أهلاً بكل متابعي قناة تي في دراما. في هذا الفيديو نحكي لكم بالتفصيل أحداث الحلقة الأولى من النويلاتي، أقوى مسلسل سوري في رمضان 2026 على روتانا دراما، بطولة سامر المصري. الحلقة التي عرفتنا على النويلاتي، رجل الشعب الذي لا يرضى بالظلم. أولاً، اعتداء على ابن النويلاتي، الشرارة تبدأ الحلقة في حارة شعبية بدمشق، حيث يعيش أبو علي النويلاتي، رجل بسيط يعمل حداداً. يعود ابنه حسن البالغ 17 سنة من المدرسة مكسوراً ومضروباً. يحكي لوالده أن أبناء الشيخ أبو الخير ضربوه أمام المدرسة بسبب نزاع قديم على قطعة أرض صغيرة. يذهب النويلاتي إلى مركز الشرطة ليشتكي للضابط أبو رامي، لكن الضابط يخبره أن الشيخ أبو الخير رجل ذو نفوذ ولا يوجد دليل، ثم يطرده ويحذره من إثارة المشاكل. ثانياً، مواجهة الشيخ أبو الخير. يرفض النويلاتي الاستسلام ويقرر عدم انتظار القانون، فيذهب إلى بيت الشيخ أبي الخير، حيث يجتمع أفراد العائلة وشيوخ الحارة. يقف أمام الشيخ ويروي ما حدث لابنه بالتفصيل. يحاول الشيخ إسكات النويلاتي ويعرض عليه المال لعلاج ابنه وإنهاء الموضوع، لكن النويلاتي يرفض قائلاً: أنا لا أريد مالاً، بل أريد حق ابني. يحاول أبناء الشيخ طرده، فيكشف النويلاتي أمام الجميع فساد الشيخ وسرقته أراضي الفقراء لبناء فيلا عليها. ثالثاً، تهديد النويلاتي: الحرب تبدأ. ينهي النويلاتي كلامه بتحد واضح: إذا لم ينصف ابنه في المحكمة فسيكشف فسادهم عبر التلفزيون والصحافة، وكل جهة تحاسب. يحاول الشيخ التقليل من الأمر ويأمر رجاله بإخراجه، لكن النويلاتي يغادر مرفوع الرأس ويقول لأهل الحارة: الظالم يخاف من صوت الحق. رابعاً، نهاية الحلقة، الاستعداد للمعركة. يعود النويلاتي إلى منزله، حيث تخاف عائلته من انتقام الشيخ، فيطمئنهم قائلاً: إن من يخاف لا يحقق العدالة. يجتمع مع أصدقائه من الحارة ويخططون لتصوير أدلة على فساد الشيخ ورفع قضية رسمية في الصباح. تنتهي الحلقة والنويلاتي يقف على سطح منزله مطلاً على الحارة ويقول لنفسه: الظلم لا يدوم، والحق لا بد أن يظهر. إذا شعرت أن الملخص أعاد لك أحداث الحلقة الأولى، لا تنسى الإعجاب والاشتراك.